14/9 ان شاء الله بدايه كاس الانتر كونتيننتال، وان شاء الله بيراميدز يقدر يكسب اوكلاند سيتي في اول مبارياته في كاس الانتر كونتيننتال على استاد الدفاع الجوي، ومعاه دعوات كل المصريين، لا المصريين ايه ده، كل الافارقه، لانه بيراميدز المره دي بيمثل قاره افريقيا كلها، لانه سيد اسياد افريقيا. اخر اخبار الصفقات، فيستون مايلي او محمود مايلي نشر صوره غريبه جدا على صفحته، كاتب من فوق ميركاتو. انا شايف انه ده تصرف غير مقبول، لكن يعني يتغفر لك والله يا محمود انك يعني ليك رصيد كبير، ليك رصيد كبير عندنا، ويتغفر لك الصوره دي بصراحه. لكن يعني لقطه غريبه ما كناش نتمنى نشوفها منك. في كلام خلاص على محمود جاد حارس مرمى النادي المصري، انه خلاص شبه بينتهي انتقاله ل بيراميدز. موضوع عمرو الجزار ومحمد اشرف بن شرقي لاعيبه غزل المحله، الموضوع خلاص اتحسم في صالح البنك الاهلي، ولا يزال الكلام على اسامه فيصل بشكل قوي او محمد شريف. يعني اسامه فيصل محمد شريف في حد منهم هيكون مهاجم بيراميدز. مروان حمدي بنسبه كبيره هيطلع على نادي الاتحاد السكندري. ابراهيم عادل لحد دلوقتي انا بقول لك هو الاداره ملتزمه بوعدها معاه، لكن المشكله الكبيره انه لحد دلوقتي العروض اللي جايه كلها مش مناسبه طموحات الاداره الماديه، لكن الاداره ملتزمه بوعدها معاه، وابراهيم عادل هيطلع للاحتراف ان شاء الله، وربنا يوفقه. في كلام كتير على لاعب جزائري ولاعب جنوب افريقي. اللاعب الجنوب افريقي هو موفو كينج، لاعب اورلاندو بايرتس، لاعب عنده 20 سنه وبيلعب جناح شمال. اللاعب ده بيتطور بشكل كويس خالص، واداؤه في البطوله الاخيره كان مميز جدا. اعتقد انه هيكون تعويض لرحيل ابراهيم عادل وصديق جوله. في كلام كبير خالص على صفقه تبادليه مع نادي الزمالك يكون فيها محمود زلاكا ومحمود صابر، لكن الكلام ده بنسبه كبيره مش هيحصل، لانه نادي الزمالك مش هيفرط في حسام عبد المجيد، مش هيفرط في احمد فتوح، مش هيفرط في اي حد من اللعيبه المؤثره اللي عنده. اتمنى ان شاء الله انه بيراميدز يقدر يعمل صفقات تواكب البطولات اللي هنقدر نكون فيها السنه الجايه. دوري ابطال افريقيا هيكون اصعب، الدوري المصري هيكون اصعب، معانا كاس الانتر كونتيننتال، وعندنا بطوله كاس السوبر الافريقي، فان شاء الله نقدر نعمل ميركاتو محترم يليق بالفريق.